يلا بينا بقى يا جماعه نقول ايه؟ بسم الله. يا مساء الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه هنبتديها نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه هقول لكم كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول رجب، ربنا يجعله شهر مغفره ورحمه وخير وبركه وفي كل حاجه حلوه لنا ولكم كلكم يا رب. قلت النهارده بقى نعمل فرخه الجميله دي، انا نقعاها في ميه وملح وليمون وورق لورو، خلصتها وغسلتها كويس. وعايزين بقى ايه؟ نضيفها في الميه. احنا هنعمل ايه؟ اكل تقليدي النهارده كل الناس بتحبه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ضفنا الفرخه، انا عاملاها كامله النهارده بس هي صغنونه مش كبيره قوي. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا، بصله وقرن فلفل اخضر وحته حمراء اهي، وشويه طماطم طرنشات كده جمال كده يا جماعه، وشويه ورق لورا وشويه فلفل اسود. هنجيب معلقه كبيره ملح يا جماعه عشان نظبط طعم الفرخه، وهنغطي عليها بقى ونشوف هنعمل ايه بعد ما الفرخه الجميله دي تستوي معانا. هنعمل ايه النهارده في واحد رجب؟ هنعمل احلى صينيه جلاش. معانا كوبايتين من السكر، هنضيف عليهم حبة مية. يبقى العدد قد بعضه. يبقى احنا كده ضفنا 3 كوبايات من السكر عليهم 3 كوبايات من الميه. معلقه كبيره من عسل الجلوكوز ده يا جماعه بيظبط طعم السكر، ما بتخليهاش مسكره وفي تسكير في الايه، في العسل اللي احنا بنعمله او الشربات اللي احنا بنعمله. حطينا معلقه كبيره او معلقه ونص. اول ما تهضر معانا هنضيف نص ليمونه. خلاص يا جماعه هضرت معانا زي ما انتم شايفين كده. هضيف ايه معايا؟ نص ليمون بس على كده. يبقى ضفنا ايه؟ 3 كوبايات الا ربع من السكر و3 كوبايات من الميه، وزودنا ربع كوبايه ميه زياده وعليها عصره ليمون ومعلقه عسل جلوكوز زياده. 10 دقايق بالظبط وهنطفي عليه. خلاص يا جماعه الشربات جهز معانا، هنشيله بقى يبرد ونشوف هنعمل ايه. معانا كيلو من الحليب، عليه معلقتين 2 من السكر. السكر ده يا جماعه حسب الرغبه، معلقتين ونص اهو، معلقتين ونص من النشا، معلقتين كده ونص. هنقلب كويس بقى خالص لحد ما يشكل معانا، تبقى زي المهلبيه كده. هنستمر في التقليب لحد ما تبقى عامله معانا زي يا المهلبيه جماعة بالظبط. كنت تعبان موت. يا جماعه محمد بيقول لكم كان تعبان موت، قولوا له الف سلامه. يلا بينا يا جماعه نشوف الشوربه بتاعتنا الجميله دي. شايفين الشوربه يا جماعه؟ ما شاء الله ما شاء الله. شايفين لونها؟ وشايفين الفرخه معانا كمان استوت وبقت زي الفل، بس رجلها يا جماعه ثابت. اعمل ايه بقى؟ شايفين الشوربه سمينه ما شاء الله ازاي؟ ما شاء الله. خلاص يا جماعه القوام اللي احنا عايزينه اهو، ما شاء الله بقت زي الكريمه اهي. هضيف بقى دي معلقه احتياطي، اللي حابب يضيفها يضيفها، مش حابب مش هتفرق كتير، بس هي ايه هتطعم الطعم، هتخليه طعمها حلو كانها كريمه خالص. هضيف عليها معلقتين كريمه خام يا جماعه، اللي انا ضايفاها دلوقتي خام. وهقلبها كويس جدا، هقلبها كويس جدا واطفي عليها النار. هنعمل بقى يا جماعه الرز الجميل ده. هنعمل شويه رز محمرين كده اللي هو حبايه وحبايه. معانا معلقتين زيت كبار ومعلقه زبده ما شاء الله، لكنها ساحه بس هي معلقه يا جماعه. خلاص يا جماعه الرز بدأ يتحمر. على فكره يا جماعه احنا هنا عندنا دلوقتي الساعه 4:30 وانا صايمه. مين فيكم صايم؟ كل سنه وانتم طيبين. حبيت اوريكم يا جماعه الملوخيه اللي انا هعملها دي. اصلا كان اصلها خضره ماشي، غسلناها ونشفناها كويس وبعدين طحناها في الكب، بقت كده بالشكل ده، بس بتبقى طعمها احلى من الخضره كمان والله يا جماعه. عندي شوربه بتودر اهي يا جماعه، اللي هي الشوربه بتاعه الفراخ اللي احنا عملناها. نضيف عليها بقى ايه؟ الملوخيه. الملوخيه دي بقى يا جماعه حسب الكميه اللي انت عاملاها، يعني ما اقدرش احكم على الكميه اللي انت عاملاها قد ايه. يعني انا عامله حوالي لتر شوربه ماشي، هضيف حوالي نص كوبايه ملوخيه ناشفه اهو. شايفين يا جماعه خضره ازاي؟ هنعمل ايه بقى؟ طشه الثوم الجميل. معانا معلقه زبده ومعانا معلقه ثوم مهروسه جامد كده يا جماعه.
عشان طشه الملوخيه الجميله. الثوم بدأ يصفر معانا اهم يا جماعه. يلا هنضيف الرز على ما الثوم يصفر. شايفين الرز خلاص بقى لونه ذهبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضيف معلقه من الملح ونقلب كويس بقى يا جماعه لحد ما الرز ينشف معانا عشان يدي الطشه بتاعته الجميله واحنا بنزيد الشرب او الميه. هنضيف بقى يا جماعه للثوم الجميل ده ايه؟ رشه كزبره. دي الملوخيه يعني كزبره. شويه كزبره حلوين كده على الملوخيه وهي بتغلي معانا عشان اول ما تاخد غلوه نحط الثوم ونطفي عليها على طول. شايفين يا جماعه زي الخضره اهي لا عرق والله. خلاص اصفر معانا الثوم. هضيف معلقه طماطم مبشوره. الطماطم دي اختياري يا جماعه، لو حابه تضيفي الثوم على الملوخيه دايركت كده على طول مفيش فيها اي مشكله هتبقى جميله، بس الطماطم بتديها تيست عالي قوي. خلاص يا جماعه الرز معانا نشف اهو. هنضيف بقى الشوربه. سامعين الطشه دي بقى يا جماعه لازم تبقى في الرز عشان ما يعجنش مني. ونقلب بقى ونشوف هو محتاج ايه، شوربه تاني او ميه او محتاج ايه. خلصنا الاكل يا جماعه الحمد لله بفضل الله في ربع ساعه. نغطي عليه بقى على ما يستوي. خلاص يا جماعه الملوخيه هدرت معانا زي ما انتم شايفين كده او غليت بالتكتك اهي، وكمان طشه الثوم الجميله استوت معانا زي الفل. يلا بينا بقى نطش الملوخيه. يلا بينا بقى يا جماعه نقول ايه؟ بسم الله. احلى ملوخيه والله يا جماعه. شايفين الجمال؟ انا عايزه اوريكم بس قوامها. خلاص كده الملوخيه جاهزه معانا الجميله. يلا بينا نعمل الجلاش بقى الجميل اللي بالحشوه الجميله دي. سموا الله ونصلي على حضره الرسول. بصوا يا جماعه اللي معاكم اليوم كله اهو عشان يبقى يوم متكامل اللي احنا نجربه في رمضان بامر الله. خلاص بسم الله. معانا لفه من الجلاش جميله كده يا جماعه. هنعمل رشه بقى للصينيه اللي معانا دي بالزبده. ما شاء الله. على فكره يا جماعه الجلاش ما بيحبش السمنه كتير او الزبده كتير. خلاص دهنت الصينيه اهو. هنبدا بقى نعمل ايه؟ اللفات بتاعنا الجميله او الرقات اللي احنا هنعملها. بسم الله. انا ما رضيتش اقطع من اللفه يا جماعه عشان انا هحشي الايه الجلاش. خلاص هنعمل مع بعض اهو عشان ما تبقاش تخرج مني من الجنان. انا ضفت دلوقتي 3. هرش بقى رشه بسيطه خالص بس هو محتاج رش بس. قطعت مني اهو كده احسن. ناخد 2 كده ونظبط الدنيا. قلت لكم كل ورقتين هنرش رشه زبده. رشه بس يا جماعه. بسم الله. انا كنت عاملاه على القناه قبل كده، عملته بالسوداني اللي هو كان ايه رول صغنن كده، كان جميل قوي. خلاص احنا ضفنا نص الكميه اللي تحت للايه للجلاش زي ما انتم شايفين كده. هنضيف بقى يا جماعه الكريمه الكدابه اللي بيقولوا عليها دي او المهلبيه الجميله اللي احنا عملناها مع بعض دي. شايفين القوام بتاعها يا جماعه؟ ما شاء الله ما شاء الله. هنضيفها في الوسط يا جماعه عشان بحيث ايه برضو هي ان شاء الله مش هتخرج بس نبقى ايه مظبطينها. بسم الله. على فكره الجلاش المحشي بالكريمه زي ما انتم شايفينه كده من احلى الانواع الجلاش.
خلاص نضيف له في الوسط اهو. هنبدأ بقى نكمل ايه اللي احنا كنا بنعمله. بسم الله بسم الله. ان شاء الله نعمله مع بعض برضو في رمضان بأمر الله. ارش رشة زبدة. شايفين يا جماعه الزبده ما شاء الله زي ما هي اهي، لان زي ما انا قلت لكم الجلاش ما بيحتاجش زبده كتير زي الكنافه. الكنافه والبسبوسه هما حاجه تانية خالص، بيحبوا الزبده كتير قوي معاها عشان تبقى طعمها كويس. خلاص خلصنا صينيه الجلاش المحشيه، مفيش فيها اي مشكله خالص، ما خدتش وقت مننا. هرش رشه حلوه بقى يا جماعه. احنا مولعين الفرن على درجه حراره 180 بقالي 10 دقايق اهو، عشان خاطر الجلاش ما بياخدش سوا يا جماعه في الفرن. اول ما يحمر من تحت هنقيد الشوايه على طول، واحنا سايبين الشربات يبرد كمان. مش عارفين بقى يا جماعه هنقطعها ازاي. ندهنها كويس عشان الجناب متبقاش ناشفه معانا. الصينيه جاهزه زي ما انتم شايفين كده زي الفل. زي ما انتم شايفين كده ماشي. هنحطها في الفرن بقى ونشوفها بعد ما تطلع. انا حطيتها في الفرن اهو يا جماعه درجه حراره 180. هنشوفها بعد ما تستوي بقى شكلها عامل. خلاص يا جماعه جهزنا احلى فطار لاول يوم في رجب. كل سنه وانتم طيبين وعقبال باقي ال3 اشهر يا رب ان شاء الله. شايفين يا جماعه صينيه الجلاش الجميله، شايفينها عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. خلاص هي كده جاهزه. خلاص يا جماعه الجلاش استوى وجاهز زي الفل، وكمان الشربات ساقع معانا. شايفين سمك الشربات يا جماعه؟ لا تقيل ولا خفيف ما شاء الله. يلا بينا يلا بينا ان شاء الله نعمله في الشهر الكريم من غير شر. هنسيبها تبرد عشان هي سخنه عشان نعرف نقطعها. ما شاء الله ما شاء الله. بعد ما بردت معانا يا جماعه عايزين نشوفها بقى. هنبدا نعيد عليها شويه بعد ما ضفنا لها الشربات بس بشويش خالص. الله شوفوا يا جماعه ما بتاخدش اي وقت خالص، ونعمل كل حاجه في بيتنا بشكل جميل. عايزه اقول لكم جمال، والتسويه حكايه. خلاص يا جماعه خلصنا النهارده اول يوم رجب فطار مع بعض، عملناه كله مع بعض، وكمان الحلو بتاعنا كمان ده هينفعنا كمان في اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان زي ما انت عايزه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء. باي باي. شايفين يا جماعه الجمال؟ ما شاء الله ما شاء الله، كريمه من جوه والله.